الإنسان الزهري الملكي، الحقيقة الكاملة والتحصين من الشياطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنغوص في عالم مليء بالأسرار والرموز الخفية، عالم يجهله الكثيرون ويخاف منه البعض، عالم الإنسان الزهري الملكي. سنكشف ما لا يقوله الآخرون. من هو؟ ما العلامات التي تميزه؟ لماذا يبحث عنه السحرة؟ كيف يمكنه حماية نفسه من أخطر الكائنات الخفية، الشياطين والجن؟ هذه ليست مجرد حكايات شعبية، بل حقائق مدعومة بتجارب واقعية وشهادات من أشخاص عاشوا الظاهرة. أولاً، التعريف الدقيق للإنسان الزهري الملكي. الإنسان الزهري الملكي ليس مجرد شخص يمتلك قدرات استثنائية، بل هو مزيج نادر من الصفات الجسدية والروحية والعقلية. الملكي تعني أن طاقته الروحية تتسم بالقوة والسيادة على الطاقات الأخرى. يحمل هالة نورانية قد ترى أحياناً من قبل ذوي البصيرة. يتمتع بجاذبية روحية تجعل الناس ينجذبون إليه دون أن يعرفوا السبب. في بعض الحالات يكون لديه حساسية مفرطة تجاه الأماكن أو الأشخاص ذوي الطاقة السلبية. ثانياً، العلامات الجسدية. هذه العلامات ليس شرطاً أن تجتمع كلها، لكن أكثر ما يميزهم: خط مستقيم وواضح في كف اليد يقطع راحة اليد بشكل ملحوظ، اختلاف بسيط في لون العينين أو بريق مميز غير عادي، سرعة شفاء الجروح أو الأمراض البسيطة بشكل أسرع من المعدل الطبيعي، أحياناً وجود شامة أو علامة مميزة في الجبهة أو وسط الرأس، حرارة الجسم تكون معتدلة دائماً حتى في الأجواء الحارة أو الباردة. ثالثاً، العلامات النفسية والروحية. إحساس قوي بالأحداث قبل وقوعها، القدرة على قراءة تعابير الناس وفهم نواياهم بسرعة، الشعور الفوري بالراحة أو النفور من أماكن أو أشخاص معينين دون سبب واضح، حب العزلة في أوقات كثيرة لكن مع قدرة على التأثير الجماعي عند الحاجة، أحلام واضحة وكأنها مشاهد حقيقية، وأحيانا رؤى صادقة. رابعاً، الأسباب التي تجعل السحرة والشياطين يستهدفونه. مصدر طاقة نادر، دم أو أثر الإنسان الزهري الملكي يعتقد السحرة أنه يحمل قوة كبيرة لأعمالهم السحرية. قدرة على كشف السحر، يمكنه أن يشعر بوجود عمل سحري أو طاقة سلبية في المكان. تأثيره النوراني، وجوده قد يفسد خطط السحرة لأنه يرفع الطاقة الإيجابية في المكان. غيرة الشياطين، لأن نوره الداخلي يتعارض مع طبيعتهم الظلامية. علاقته بالجن الصالح، بعض الروايات تقول أنهم قد يتلقون المساعدة من الجن المؤمنين في حياتهم، وهذا يثير حفيظة الشياطين. خامساً، المخاطر التي قد يتعرض لها إذا لم يتحصن. أحلام مزعجة متكررة مثل رؤية الثعابين أو الكلاب السوداء أو السقوط. ثقل في الجسم عند الاستيقاظ كأن شيئاً كان جاثماً عليه. تدهور الصحة النفسية فجأة من دون أسباب واضحة. فقدان الحظ أو تعطل المشاريع بشكل غريب متكرر. إحساس دائم بالمراقبة أو بوجود شخص خلفه. سادساً، طرق التحصين القوية. التحصين اليومي: قراءة الفاتحة، آية الكرسي، أول 10 آيات من سورة الصفات، خواتيم سورة البقرة، المعذتين وسورة الإخلاص صباحاً ومساءً. قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات صباحاً ومساءً. الاستماع يومياً لسورة البقرة أو قراءتها كاملة إن أمكن. تحصين المنزل: تشغيل القرآن الكريم في البيت يومياً، خاصة سورة البقرة. تنظيف البيت من الصور، التماثيل والموسيقى الصاخبة التي تجلب الشياطين. التبخير بالعود أو الحبة السوداء أو اللبان الذكر بنية التحصين. التحصين بالماء والزيت: قراءة الرقية الشرعية على ماء وشربه يومياً ورش الزوايا المنزل به. دهن الجسم بزيت الزيتون المقروء عليه قبل النوم.
7. نصائح ذهبية للزهري الملكي. لا تكشف أسرارك الروحية لأي شخص. لا تجنب الغرور أو الاعتقاد بأنك لا تقهر. استمر في تطوير نفسك علميا وروحيا. التزم بالدعاء يوميا: اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في بصري ونورا في سمعي ونورا في بصري. الخاتمة: الإنسان الزهري الملكي نعمة عظيمة من الله، لكن هذه النعمة تأتي بمسؤولية كبيرة. التحصين هو سلاحك، والإيمان هو حصنك، واليقين بالله هو أعظم قوتك. إذا أهملت نفسك قد تتحول هبتك إلى عبء، أما إذا اعتنيت بها فستكون نوراً يهدي غيرك.